من محيط الأصالة إلى خليج العروبة، نبض واحد يجمعنا وطموح علمي يوحدنا. هنا في قلب الكنانة، مصر، منارة المعرفة وقبلة الباحثين الأشقاء. على أرض الإسماعيلية الساحرة، حيث يتدفق شريان قناة السويس ليربط العالم، ويشمخ صرح العلم والتميز، جامعة قناة السويس. ومن عقلها النابض بالريادة، قطاع الدراسات العليا بكلية التجارة يفتح آفاق المستقبل ويرحب بفرسان العلم في بيتهم الثاني. وفي الأول وفي الآخر لقاء أخوي. نفسي أسمع منكم لو في مشاكل، في اقتراحات. كلية التجارة جامعة قناة السويس إن شاء الله هتفضل وستظل مكان لأي حد طالب علم في كل المجالات، كل التخصصات. لو اتكلمنا عن البحث العلمي نقول إن هو أحد الركائز الأساسية في تقدم الدول وإيجاد الحلول لأي تحديات بتواجهنا، وبالتالي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. تدوق ده بيسعى قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية التجارة جامعة قناة السويس إلى توفير منظومة تعليمية وبحثية متميزة ومتكاملة. لا اتعامل معاهم من منطق ان انا استاذ في الكليه، هم ولادي فليهم حقوق عليا. اتمنى ان انا اكون تتلكوا الحب اللي انا بديهولكوا. لم نكن غرباء نبحث عن علم في ديار أخرى، بل أصبحنا بين أهلنا. نأتي إلى الجامعة وكأننا نأتي إلى بيوتنا، ندخل إلى كبار الأساتذة، لا نتردد أبدا. نعجز حقيقة عن من سوف نشكر، بداية من عميد الكلية ونائبه وجميع الأساتذة. رسالة واتساب في أي وقت دون تردد، ويجيب علينا في الليل وفي النهار. نعجز والله العظيم عن شكر هذه الجامعة وعن أساتذتنا الكرام، بداية من الرئيس إلى الأقل. أسأل الله الذي لا إله غيره أن يعلي كلمة مصر، وأن يعلي مقامها كما هي في علو، وأن يعلي هذه الجامعة، وأن يزيدكم تشريفا وتقديرا. نعجز عن شكركم، والله لن يفيكم الكلام. نحن في مدينة الإسماعيلية وفي جامعة قناة السويس وتحديدا كلية التجارة. الآن نشوف الجامعات المصرية كلها تعمل في يسمي حاجة مهرجان ثقافات الشعوب، في يسميه ملتقى الوافدين. أنا حابب أتذكر أن أول جامعة في جمهورية مصر بدأت بهذه السنة الحميدة هي جامعة قناة السويس. منصة أو بوابة إلكترونية للطالب يحصل الدورات المطلوبة والمؤتمرات المطلوبة، ويقدر يطلب الإفادة عن طريقها، ويقدر يسدد عن طريقها، بعيدا عن الورقيات، لما في هذا توفير الجهد للمال وللوقت. إن شاء الله إحنا عايزين نعمل برنامج دولي مع جامعة أوروبية، بالتحديد غالبا جامعة ميونخ إن شاء الله. ابدأ رحلتك العلمية مع برامجنا المتخصصة. برامج الدراسات العليا المهنية: الماجستير المهني في إدارة الأعمال، الماجستير المهني في المحاسبة ويتفرع منه تخصصات المحاسبة المالية، المراجعة، المحاسبة الإدارية والتكاليف، وأيضا المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال في تخصصات إدارة الموارد البشرية، التسويق، المحاسبة والتمويل. وجاري اعتماد تخصصات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات تشمل إدارة المستشفيات والإدارة العامة. وللراغبين في التعمق الأكاديمي والبحث العلمي نقدم الماجستير والدكتوراه الأكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم السياسية وأيضا الاقتصاد. يمكن للجميع الآن التقديم والانضمام لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة من خلال منصة ادرس في مصر على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نكون جزءا من مجتمع علمي يقدر البحث ويشجع الابتكار ويصنع قادة المستقبل. قطاع الدراسات العليا، كلية التجارة، جامعة قناة السويس. معا نبني المعرفة ونقود التغيير.